تعالوا نشوف المعجزات القوية دي اللي حصلت بسبب إيمانهم القوي. تعرضت لشدة جامدة، بيجي لي مغص كلوي جامد، ربنا ما يوريك، اللي هو بيبقى بعض في الأرض، وده الكلام ده كان كان مش امتى؟ حاجة جديدة. نعم. الكلام ده كان من امتى؟ مايو 21. تمام. بس أنا بيجي لي المغص الكلوي ده من 23 سنة، لأني فاكرة كنت والدة ابني الصغير اللي هو حاليا في الجيش، فهو عمره 23 سنة. مم. فصراحة يعني كان مشغولة ب3 أطفال، فما اهتمتش قوي بعلاج. يعني كل كام سنة يجي لي المغص الكلوي الشديد ده. مرة أكشف، ومرة أدهن زيت أبو سيفين، أشرب زيت العذراء، مسكنات عشت عليها، دي زودت دمرت كلوية. تمام. واكتشفت بالسونار إن عندي في الكلية اليمين كيس ملح، كأنه كيس ملح، يعني حصاوي كتيرة جدا. لدرجة الدكتورة بتاع السونار بتقول لي: ايه ده، انت عايشة ازاي، مستحملة ازاي كده؟ فقلت لها: زيت ابو سيفين. والحصوة الشمال فيها 3 حصاوي كبار، دول بيتحركوا، ده فكل ما ألم جبار يتحركوا ده. طبعا اه بيعملوا المغص كل ما يتحركوا. لكن الكلية اللي اليمين كانوا ساكنين، كيس الملح ده قاعد وحلو يعني. بس لغاية مايو بقى 21 كنت لسه طالعة معاش، و يعني ايه، ابتدت تفكر بقى كل المتاعب يعني. المهم كشفت وعملت سونار، واكتشفت ان الحالة صعبة جدا. يعني 3 أطباء قالوا ان انا هدخل على فشل كلوي، يا لان بختها عليك. الحصوة اليمين كان فيها كيس ملح، حصاوي رفيعة كتيرة جدا دي، لزقت في بعضها وكونت حصوة واحدة كبيرة، آه. وملت الكلية كلها ودمرتها، وبقت شغالة بكفاءة 20% بس. يا نهار فقالوا لي أبيض. عايزين نلحقها، لأن يعني ضعفت ودمرت، مم. وما بقتش ماشية، يعني مش شغالة. مم. المهم الكلية التانية الحصوة من ال3 وقفت في الحالب وسدته، كانت أكبر منه، سدته خالص، فما بقتش لا دي شغالة ولا دي شغالة. فالحالة كانت صعبة. المهم بعد كل الفحوصات بقى وتحاليل ومسح ذري وكل حاجة اتعملت، وتحاليل دم، وظائف الكلى، وظائف الكبد، كل ده باين ان الدنيا صعبة يعني. تمام. فرحت 3 دكاترة، يعني قرروا نفس الكلام. آخر دكتور كان أستاذ جامعة في مستشفى البتول في شبرا، قال لي: احنا كده يعني لازم نلحق بسرعة نعمل عمليتين، وهتبقى عملية كبرى. الكلية اليمين دي هو مش عايز يقرب منها لأنها ضعيفة وتعبانة، فمش عارف هيعمل إيه. يعني كل عارف يا أستاذ هاني، كل اللي كان بيقوله لي إحنا هنعمل، ولو ربنا سهل وكان معانا وكده المنظار لو لقط اللي في الحالب كان بها. ربنا ما سهلش. كبيرة. انا بقيت منهارة، وبقيت يعني اعيط وخايفة، وماليش حد يشيلني، ما عنديش بنات، كلهم 3 صبيان والكبير متجوز، فيعني هعمل ايه؟ فبقيت اقول: يا ابونا مينا، يا ابونا مينا، انت بتروح للناس في جميع قارات العالم، مش هتبخل عليا يعني، اتصرف. بقيت اناديه كل ثانيه في ال24 ساعه: يا ابونا مينا اتصرف، يا ابونا مينا اتصرف. يعني مش ما لحقتش اتهنى بمكافاه نهايه الخير، وعندي 2 لسه هيتجوزوا، يعني مش معقول الفلوس هتروح. وبعدين قالوا لي: ايه، 20,000 العمليه فما فوق، يعني مش حاجه مم. سهله. مم. وبعدين الحصوه الكليه اليمين دي اللي فيها الحصوه دي، قال لي دي، بقول له: طب تفتيت، طب اي حاجه، بلاش عمليات. قال لي: ما ينفعش فيها دي بالذات تفتيت، لانها زي ايه، مهريه متاكله، ما تفهمش، مم. حتى في الاشعاعات اللي انا بعتها لحضرتك هي مش باينه، كاني حضرتك عندي بعتي كليه لي واحده بس. الإشاعات وبعتي لي. كل حاجه. اه آه.
تمام يا فندم. فقال لي هندخل إبر نحاول نكسر اللي يتكسر. اتكسرت برضو ربنا سهل كان بها، ما اتكسرتش برضو هنركب فيها في كل دعاء من الاحوال وسع برضو الحال. هو موضوع صعب، حتى لو تكسير ده هو موضوع صعب وفي وغير كده بقول له يا دكتور يعني بظروفها، يعني حضرتك مش داخل العملية مش عارف في ايه جوه. وقال لي كمان في الغالب هيحصل نزيف وهنحتاج نقل دم على الاقل كيس. قلت له في الفيروس ده والاجواء دي يا دكتور انا مش حابه ادخل المستشفى اصلا ولا اعمل عمليه كمان هنقل دم. فقال لي ما فيش حل تاني، احنا عايزين ننقذ اللي فاضله دي بدل ما تدخلي في فشل كلوي، لان تمام. يعني واحده بايظه خالص تعبانه والتانيه شغاله ب 80% مش بكفاءه كامله. فاحنا يعني الاثنين لما يبقوا تعبانين كده ومسير الحصاوي الصغيره دي اللي في اليمين تكبر هتعيشي ازاي؟ فقلت خلاص يعني سلمت امر ربنا وبقيت اطلبه. طب متاخر عليا ليه؟ هو مين اتأخر عليكي يعني بقى؟ ابونا مينا يعني خلاص فاضل يومين على العمليه. الدكتور قال لي تعملي اشعه مقطعيه قبل العمليه بيومين بالظبط بعد ما تقرري، يعني هو ساب لي طبعا اقرر امتى. قبل العمليه بيومين اخر اشعه مقطعيه عشان نشوف الدنيا وصلت لايه. فانا قلت لا برضو مش هستنى، يعني رحت العذراء العزبويه وحطيت كل بقى الدنيا اللي انا بعتها لحضرتك دي على المقصوره بتاعتها. قلت لها اتصرفي انا مش عايزه اعمل عمليات. وابونا مينا من الناحيه دي الثانيه يعني ايه عماله اطلبه على طول. وسلمته الكليه الشمال وقلت له انت مسؤول بقى عنها شوف هتعمل ايه. وابونا فانوس كان عندي طاقيه ابونا فانوس دبستها في هدومي في الناحيه اليمين. قلت له ما اشوف مين بقى فيكم اللي هيشتغل يعني. فبس واصريت اروح اللي هو ابونا قصدي العذراء العزبويه. وبرده للامانه يعني انا كان عندي قداس بتاعي اللي انا حاجزاه في كنيسه مسره، فرحت وديت برده كل الاوراق دي حطوها لي تحت كرسي المسبح تحت الكاس يعني تحت مكان الكاس. وكان العيله كلها بتصلي ونشرت بقى ابونا مينا عبود بقول لهم ده لسه حديث ما عندوش شغل قوي فاطلبوه كلكم وكده. بقوا حتى هم يقولوا له يعني ده هي بتحبك وعماله تتكلم عليك يعني اتصرف معاها. المهم بعد ما عملت الاشعه وخلاص رايحه بقى رحت له بعد اليومين. قال لي ما فيش حصوه في الحالب الناحيه الشمال ما فيهاش حصوه. ده بعد مش ما رحت لابونا مينا ولا بعد ما رحت العزبويه؟ بعد العزبويه وانا كل ده بطلب ابونا مينا مش مبطله. طول يعني حوالي 3 أسابيع خلال المسح الذري والايكو ورسم القلب وكل القصص اللي قبل العمليات كنت بطلبه بندهله بقول له مش عايز اعمل حاجه اتصرف. وانا كنت مسلمه الكليه الشمال اللي هي لقينا الحصوه مش موجوده. لما رحت للدكتور قال لي كده كان بيقول لي الحصوتين من ضمن الكلام اللي قبل العمليه قبل كده يعني الحصوتين اللي في تجويف الحالب مش عارفين بقى دول هنعمل فيهم ايه يعني كده يعني بقول لحضرتك هي بظروفها هيدخل وزي ما تيجي معاه. المهم ما لقاش الحصوه اللي في الحالب. فانا اما شفت الاشعه كده مكتوب على قد ما ترجمت يعني ان الحصوه مش موجوده. فقلت له يا ابونا فانوس يعني ابونا مينا اشطر منك انت ما عملتش حاجه وبقيت زعلانه من طاقيتك اللي متعلقه دي يعني ما عملتش حاجه انت كده. المهم لما رحت للدكتور طبعا انا مش فاهمه كل الترجمات. فالدكتور قال لي الحصوه اليمين اللي كانت هي ماليه الكليه كلها مش مخليه فيها نفس عشان كده لا بيتحركوا ولا بتألمني اصلا هي دمرت كده مع نفسها. ف قال لي لا كانت كثافه الحجره دي هي بقت كانها حجره كانت 600 بقت 400. فلقيته بيبتسم كده اللي هي اللي كانت ماليه الكلى. ايوه بدات بيبتسم. نعم بدات تقل في حجمها. ايوه بالظبط كثافتها قلت. فانا كنت قربت اقوم ابوس الدكتور بصراحه قلت له بجد يا دكتور؟ قال لي احنا كده مش هنعمل عمليات. قلت له معقوله؟
يعني خلاص انا مش مصدقه، انا عملت كل الفحوصات اللي قبل العمليه واتحجزت العمليه وكل حاجه يعني. بعد يومين بالظبط حضرت شنطتي هروح عند ابني المتجوز. مرات ابني بصراحه اصرت انه مع انهم لسه عرايس يعني ان انا اروح عندها وكده عشان تخدمني. فكل حاجه اترتبت وكده لا هو كده ما تاخرش يعني. صح كده؟ انا اللي كنت مستعجله، بالظبط كده. انا اللي قلقانه خلاص داخله في عمليه، عشان كده فاعمل بنقول ايه لكل الناس بس. اهدى شويه، ابونا مين عبود صاحي معاك قوي. ابونا مين عبود لحوح صح. على فكره قوي يا جماعه، لحوح بشكل لا تتخيلوه. يعني ابونا عبود، اه ابونا مين عبود من النوع اللي ايه، لما يشوف في خير لحد يفضل كده ايه عايز يجيبه له. يعني مثلا في الكليه، ايام اه الكليه وده مقياس بقيس عليه كل حاجه بصراحه، الاقيه يصمم يجيب الورق لفلان اللي هو غاب النهارده، مصمم ان هو الورق ده لازم يبقى مع كل الناس عشان ده ورق مهم عشان الامتحان. اللي هو لحوح ما بيشتريش دماغه، ده مش بتاع ان هو يقعد ويبقى انا في حالي، لا خالص خالص خالص. اي وهو كاهن كان بيعمل نفس الكلام، لما حد يبقى عنده مشكله يفضل يزن عليه، ها وصلت لحد فين، انا متابعك، لازم تبطل دي، لازم ما يسيبوش، اللي هو متابعه اي جباره. ما بالك ابونا في اه السما بقى. ايوه اقوى طبعا بالظبط واسرع. خلاص ما بالظبط فيش حاجه بالظبط. بتعوقه بقى. اه فكنت بناديه بقول لحضرتك وعندي ايمان برضو ان هو مش هيسيبني. مم. يعني انا خلاص داخله في العمليه بس سلمت امر لربنا لان خلاص فاضل يومين. مم. لكن كنت كل سنه إيه يا ابونا مين عبود، يا ابونا مين عبود، يا ابونا كده يعني دوشته مم. صدعته يعني. ف بس طبعا اشكر ربنا. فبقول للدكتور خلاص معقوله يا دكتور معقوله؟ قال لي يعني مش هعمل عمليات؟ قال لي لا خلاص كده مفيش عمليات في الاثنين. قال لي في الاثنين هناخد علاج لمده شهرين وهنشوف ايه اللي هيحصل وخلاص كده. فبقول له تفسروا بايه ده يا دكتور؟ فلقيته بيضحك. قلت له ده ابونا مين عبود. عملت له كده على طول مم. فابتسم برضه. هو طبعا مستشفى البتول فيعني مسيحي. بس فطلعت بقى يعني مش عارفه اشكره ازاي. وكم انا كان نفسي قوي اروح بس برضو مش عارفه اروح قوي الاماكن دي. فطلبت من واحده صاحبتي قلت لها وديني عيد. وقالت لي هيبقى زحمه قوي اللي هي 3 ايام النهضه. قالت ايوه. لا هيبقى زحمه وانا مش هعرف اوصل. بقيت زعلانه قوي. قلت يعني انا اجازف. كان يوم قداسي في مسره هنا يوم عيده كان يوم مم. الثلاث. فرحت القداس وكنت زعلانه. قلت اطلع من قداسي اجازف واروح. طلعت من القداس لقيت الكنيسه بتوزع قربان كيس شنطه بلاستيك كده فيها قربانه وفيها صورته. مم. انا ما كانش عندي صورته. فقلت له يعني انت جيت لي لغايه عندي، انا عايز اروح لك انت اللي جيت لي. فبقيت ابصها وماسكاها مش مصدقه نفسي. مم. فلغايه لما بس فانا شكرته جامد جدا. ابني في الجيش زي ما بقول لحضرتك لسه رايح من 5 شهور اللي كان مولدته ده كان جالي اول مغص كلوي. مم. ده تعبان جدا انت عارف يعني في الجيش ومش واخد على كده. مم. المهم يعني اتنقل من المعسكر بتاعه لمعسكر تاني مش لازم اقول المحافظه يعني. هو كان هيروح شمال سيناء على فكره. وقعدت اصلي برضه قلت له يعني انت كنت في شمال سيناء يا ابونا بلاش توديه هناك. فراح حته يعني مم. اقرب من شمال سيناء شويه. فالمهم رحلوه على مكان تاني ما فيهوش الميه المعدنيه اللي يشتريها من الكانتين. فشرب ميه عاديه او كانت ملوثه. جاله ميكروب في المعده. فانا كنت انا بطلبه على طول ابونا مين عبود. بقول له ده تحاوطه وتحرسه وتحميه وتديله حكمه في التصرف وتديله صبر واحتمال يعني تخليك معاه على طول. فهو كان كل ما يكلمني يقول لي انت بتصلي لمين، انت طلبتي مين، انت كده. فالمهم اتاخر عليا شويه فانا قلقت برضو وحلمت احلام كده. اتصلت بيه قلت له انت كويس ولا ايه. المهم يعني كان طبعا مش عايز يقول لي الاول. قال لي انا جالي ميكروب في المعده وركبوا لي محاليل وتعبان وكده وبكره هيرحلوني تاني ارجع المحافظه الاكبر علشان انزل المستشفى القوات المسلحه. مم. فقلت له ما تخافش ابونا مين عبود معاك برضو وهيحرسك ويحميك.
هو معانا وخلاص مش هيبعد عننا. المهم ودوه بالعافية يعني المستشفى، كانوا رأوا الضابط رافض، ودوه المستشفى وقالوا له خلاص انت كويس، خد علاج وارجع واشتري بقى مية معدنية تكفيك عشان بكرة هترجع تاني المكان الأقل شوية ده. فبيكلمني بيقول لي هرجع تاني للبهدلة وانا ما قدرتش اشيل على ظهري كل كمية الازايز المية دي، فشلت 8 ازايز بس. قلت له مش هتروح مش هترجع. قال لي ازاي يعني كل اللواء راجع؟ قلت له لا مش هترجع. كنت بقولها كده بثقة ما تفهمش ازاي. تاني يوم اللواء كله، يعني معنى كده المعسكر بيقول عليه اللواء، رجع كله ونسيوا 7 هو منهم، نسيوهم. أو مش نسيوهم. تصدق دي معجزة لوحدها. هو ما يعتبرش دلوقتي في جيش، بيقول لي بقعد بالتريننج براحتي، انا بصلواتك عايش، انا خلاص. ابونا مينا عبود ده بقى صاحبي، بندهله على طول، قلت له صلي وتندهله. اللي خايف على ابنه يوصي ابونا مينا عبود وينساه بامانه. دي حقيقه. في عز بقى المعمعه دي كلها، ابني الوسطاني تيودور ده في ثالثه هندسه، تعب، سخن، جريت بيه طبعا في الاجواء اللي احنا فيها دي، قالوا ده اشتباه كورونا. عملنا طبعا تحليل الدم وصورة الدم والقصص دي، فاشتباه كورونا. فبقيت مرعوبة تاني لأول وهلة يعني قبل ما أطلب حد. أنا عندي حساسية في صدري وبابا عنده تليف في الرئتين، فإحنا مش هنستحمل بصدرنا يعني ده أي عدوى. وابتدينا العزل والقصص دي. بعد 5 أيام الدكتور طلب تاني. انا للامانه بقى ما رضيتش اروح الاستشاره، فكتبت له على الواتساب يا دكتور هناخد البروتوكول وانا نعمل ايه، وبرده بنت عمتي دكتوره نعمل ايه بتاع. اعملي 4 تحاليل دول، وهو قال لي نفس الكلام، اعملي ال4 تحاليل. راح المعمل قالوا له ده كمان في 3 كمان عرض للكورونا، يعملوا كلهم الشغل على حس الشعب يعني. 7 تحاليل دول يبينوا الكورونا. ماشي، عملناها. وكنت بنادي بقى ابونا مينا عبود، يعني كفايه كده استويت مني لبيتر لتيودور يعني. خلاص اتصرف، ده ابنك وده ابنك وما تضرنيش فيهم يعني. وبعت التحاليل تاني للدكاتره، قالوا ده غير التحاليل اللي كانت من 5 أيام. صورة الدم ما بتقولش ان عنده كورونا خالص، هو ما عندوش اي حاجه. فبرضه شكرت ابونا مينا عبود، عشان كده اصريت ان انا اروح المزار. موضوع كبير قوي وعمليه خطيره. وابنك الثاني يبقى في الجيش تعبان والميه كانت وحشه فتعب، والتاني مش عارف حصل له ايه. ما بيسيبش حد اللي هو معاكم لا كده. ومعجزه بدون قطع كلام حضرتك، معجزه ان يتنسوا 7 يتنسوا هو من ضمنهم، وهم يرجعوا ابونا مينا عبود عطل الدنيا، مش حاجه تنسي. هم راحوا كلهم وفضل 7 بيتر من ضمن. دي حاجه غير طبيعيه. ابونا مينا عبود جدع شهم اصيل. انا جبت له اللي هي كونه ليه متعلقه في الحبل ده، لبستها له، لابسها ما بيشيلهاش يعني. وجاي نسيت اقول لحضرتك، جه حاجه غريبه، هو كان هنا من 15 يوم، هو بيجي كل شهر او كل 3 أسابيع، كل 25 يوم. لقيته بعد 2 أسبوع بيقول لي انا كده مش هنزل كمان شهر ونص، علاوه على 15 يوم دي، لان الاولى اللي معيدين. فقلت له لا، ابونا مينا عبود هينزلك. قال لي يعني ازاي؟ هم قالوا لي لا مش هينفع، انتوا واخدين حقكم في الجيش كويس قوي. فوجئت بيه بيكلمني بيقول لي انا عملت مأمورية، هاجي اخلص ورق المجندين وهقعد 6 أيام، يعني بعد 15 يوم، ولسه ماشي امبارح. فيعني لبسته بقى الايقونه دي، قلت له دي ما تقلعهاش من رقبتك. صدقني ولا مفيش وقت. اتفضلي. نعم اتفضلي معاكي. عندي بنت، انا طبعا مش هقول اسمها عشان هي ما تزعلش، ما بتحبش حد يقول حاجه عنها، فهقول رموز كده. يعني ارتبطت بشخص، وصراحة احنا مش راضيين عن الشخص ده خالص. والمهم هي اتعلقت بيه وخلاص. شهر 9 جهزت يعني حجزت الكنيسة
وعملت العفش وكل حاجه، يا مصر عليه، وتقول لي ما ربنا ما ادانيش اشاره ان انا اسيبه. فقلت لها مش ربنا احنا مش مسيرين، يعني مش هيديكي حاجه يقول لك سيبيه، لا ده سيبيه، كل الافعال وكل التصرفات غلط. قلت لها وانا صليت لابونا مينا عبود وولعت لك هناك شمعه خاصه ليكي، وكمان قلت له حاجه لسه متنبهه لها، كان اخوه بيحكي مع حضرتك في الصفحه برضو، اخوه مينا. فقلت لها بصي خطيبك ده اخواته مينا وجون، وابونا مينا عبود اخواته مينا وجون. فقلت له بص، خطيبها في كفه وانت في كفه، اتصرف، هم اخواته زي اخواتك، اتصرف اعمل اي حاجه. لقيتها تاني يوم بتقول لي يا طنط انا عايزه اجيلك ونشوف هنفك ازاي. بصيت للصوره انا معلقاها في المرايه عندي في الدولاب قدامي، قلت له بسرعه كده بسرعه، بقت دموعي هتنزل بسرعه، انا لسه بقول لك امبارح يعني. تاني يوم اتصرفت، كمل بقى معاها. وجات لي اديت لها صوره من صوره وقلت لها ده تندهي له على طول. قالت له انا حبيته فعلا، وربنا يكمل بقى، ربنا يكمل معاها يعني. ربنا يكمل ليك الخير. عن معجزاته وحصل عمل معجزة مع جوزها، بس شدتني ليه يعني، قعدت اتواصل معاها وقعدت اسمع، فشدني يعني شدني القصة نفسها، ومين دوت، مين الشهيد دوت. فتمسكت بيه وفعلا يعني حبيته، وساعتها انا سمعته وسافرت مصر 2019، كان اول 12 2019 فسافرت مصر. فاللي حصل ان انا وانا مسافره انا كنت واخده فلوس كتير معايا، ناس كتير باعتين فلوس معايا كتير. طبعا اللي بينزل بيقولوا مثلا خد حاجه وانت نازل، فانا خدت حاجات، خدت فلوس بصراحه كتير، الناس بعتوا معايا فلوس كتير. فقلقت، خفت بصراحة، بس قلت يلا ابونا مينا معايا مش هيسيبني. وفعلا جينا في مطار فرنسا، كان صعب جدا، تفتيش كان جامد. بنتي حطت الجهاز اللابتوب معايا مع شنطة الفلوس. انا ما خدتش بالي، طبعا زحمة فما خدتش بالي. فببص لقيت حجزوا شنطة الفلوس واللابتوب حجزوهم على جنب من الناحية التانية. فأنا قلقت، وقفت من الناحية التانية على أساس إن أنا آخد الحاجة، ما جاتش. فوقفت أنا وجوزي ساعتها، يعني أنا قعدت أصلي، قعدت أقول يا ابونا مينا ما تسيبنيش، ما تبهدلنيش، فلوس كتيرة، ده لو فتشوا الشنطة ولقى الفلوس ديت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. كان مبلغ قد إيه تقريبا؟ كان مبلغ لا يقل عن 70 أو 80 ألف، خلاف إن كان إحنا معانا فلوس كمان. 80,000 دولار؟ 80 دولار، 80 ألف دولار، كان مبلغ جامد جدا. فساعتها قلقت، فمن الصليب يعني كانوا ماسكين شنطة الفلوس، خلاص بيمشوا الجهاز، ما لقوش حاجة، لسه بيفتحوا الشنطة. جوزي بسرعة راح قال لهم الشنطة فيها لابتوب، الشنطة التانية فيها لابتوب بتاع بنتي، فممكن هو اللي عمل الإنذار دوت. بس يعني سابوا الشنطة اللي فيها الفلوس وخدوا الشنطة اللي فيها اللابتوب. بصراحة اسم الصليب أنا كان أعصابي سايبني من المبلغ ده، بس فنشكر ربنا الحمد لله عداها. دي أول معجزة بتاعت أبونا مينا، يعني ما سابنيش. كل اللي ينزل مصر كان يتعب. اسم الصليب احنا نزلنا مصر قعدنا شهرين بأمانة، كنا فرحانين مبسوطين جدا. كمان أنا نزلت شبرا ساعتها، كنت عايزة كنا بندور على حاجات للكنيسة هنا عندنا، فنزلت قعدت أدور في المكتبات على صورة أبونا مينا. كل ما أخش مكتبة أسأل على الصورة، مش موجودة. كان لسه ساعتها ما حدش نزل الصور بتاعته خالص.
مم. فلقيت مكتبه، فقلت لها انا عايزه صوره ابونا مينا عبد. قالت لي ده في اهي مجموعه اهي جت لو انت عايزه. قلت لها انا عايزه، اديني صوره. بعد كده رجعت قلت لها لا اديني كذا صوره. قالت لي ماشي. خدت ليا والاخواتي والماما، وخدت ميداليات كمان لابونا وللناس اللي هنا برضو عندنا في امريكا. فبجد يعني هو واقف معايا كتير كتير كتير. مم. تاني معجزة، كنت أنا من منيا أساسا بس متجوزة وقاعدة في القاهرة. اللي كنت مسافرة رايحة المنيا عند ماما، أزور ماما وبابا وكده. فكان ساعتها السيسي كان بيعمل تصليحات في الكباري والشوارع. كنا رايحين ساعتها في وقت الدنيا كانت مبهدلة جدا. بس المهم كنا رايحين، احنا حاجزين في القطر. فالطريق كان فيه تصليح، بس انا مش فاكره الطريق اسمه ايه بصراحه. بس واحنا ماشيين الطريق واقف وخلاص، احنا القطر ميعاده الساعه 4 واحنا حاجزين. صدقني مش الصليب بامانه، احنا واقفين عربيات مهوله قدامنا وورانا، عربيات كتيره جدا. انت عارف بقى القاهره وزحمه العربيات واحنا في النص. مم. طب هنرجع ازاي؟ عاوز يلف اخو جوزي، عايز يلف مش عارف يلف، عايز يتحرك يمين شمال، يخش في شارع مختصر مفيش. وخلاص الوقت 3:30. فقلت يا ابونا مينا اتصرف، ما تبهدلنيش انا والبنات. يعني البنات اول مره ينزلوا القاهره، هنتبهدل ونطلع نجري واللي معانا الشنط ومش عارفه ايه. بجد كنت بكلمه كده. مم. الصليب بجد لقيت العربيات ورايا، مفيش ولا عربيه ورايا تماما. العربيات اختفت. فجي اخو جوزي وجوزي بيقولوا ايه ده، العربيات راحت فين؟ مفيش ولا عربيه. المهم طلع اختصر وراح في شارع مختصر. بجد لحقنا القطر ولحقنا لحقنا القطر ولحقنا البنت دخل قالت انا عايزه اخش الحمام. دخلت الحمام بجد. وقعدنا وساعتها جاب لهم ميه وجاب لهم شيبسي ولحقنا القطر وقعدنا ونشكر ربنا بجد. فقلت له انت معايا ما سبتنيش ابدا. المعجزه الثالثه دي لسه حاصله من قيمه اسبوعين، كانت مع بنتي. مم. بنتي مخها ناشف شويه، مم. صعب. اليوم دوت انا بتصل بيها ما ردتش عليا. ف فبعديها بنص ساعة أو ساعة اتصلت بيا. فبقول لها أنت فين؟ قالت لي أنا بعمل بتاع ده دونيشن للدم، تبرع للدم. فقلت لها ليه وبتاع؟ قالت لا في ناس تبقى محتاجة وأنا عايزة أعمل دونيشن دوت وكده. فقلت لها لا ما ينفعش. قالت لي لا أنا عاملة إن هي مرة. اتفاجئت إن هي مرتين في الأسبوع لمدة شهر. يا نهار ابيض. أنا اتخضيت، قلبي وجعني. فساعتها كنت رايحة الشغل، بكيت قدام صورة أبونا، معايا الميدالية بتاعته في العربية. فبكيت جامد جدا قدامه. قلت طب له ليه؟ اتصرف، ليه؟ اتدخل. قلت له اتدخل انت، اتصرف، انا مش قادرة عليها، انا تعبت. وعياط، بس عياط بحرقة بنار من جوايا بجد. انا رحت الشغل، فلقيتها بعديها بساعة اتصلت بيا. فبقول لها ايه؟ قالت لي ما حصلش حاجة. قلت لها يعني ايه؟ قالت ما عرفوش ياخدوا مني دم. قلت لها يعني ايه؟ قالوا بيحاولوا يدوروا على العرق في ايدي مش لاقيين. قعدوا لا يقل عن نص ساعة يدوروا مش لاقيين. يقولوا لها انت اول حالة تخش عندنا بالشكل ده.
ده يعني ابونا مين خف العرق بتاع الدم. بجد اختفى اتخفى. قعدوا نص ساعة يدوروا إن يلاقوا، ما لقوش. اسم طيب وانت الصليب. ايه اللي كان مزعلك انها تتبرع بالدم؟ أنا خفت عليها وقلقت جامد جدا. ما أعرفش حاجة كده قلقتني. أنا خفت قلقت. بس كان هي بتعمل عمل خير وعمل رحمه. هي بتعمل عمل خير بس أنا قلقت. طب ماشي مرة، لو مرة في الشهر أوكي، لكن هي مرتين في الأسبوع لمدة شهر، ده صعب. هي دي كتير أنا قلقت كتير. فمسم الصليب، فقلت لها ايه، شكرا شكرا ان انت معايا. ساعتها كنت فرحانه جدا، فرح يعني، فرح فظيع ان هو معايا، ان هو سامعني، ان هو حاسس بيا. دي المعجزه بقى الاخيره، ان هو البيت بقى، ان احنا ساعتها كل ما نيجي نتفرج على بيت ما يحصلش حاجه. اليوم دوت كنت بكلم اختي، فبقول لها صلي لنا بقى ان نلاقي بيت بقى ونخلص بقى ان احنا تعبنا. قالت لي حاضر، انا هولع لك صوره قدام، هولع لك شمعه قدام صوره ابونا مينا والعذراء وهي تتصرف. بامانه اول ما دخلنا البيت عجبنا. فقلنا ساعتها للسمسار وكده اللي هو ماشي في موضوع البيت، فبقول له خلاص هو ده. قال خلاص. تصدق يعني كل ما يحصل حاجه عقبه اقول له مشي، سهل انت بقى وخلص. يعني قعدنا يمكن 2 أو 3 شهور في ورق، في اي حاجه. بجد كنت اقف بيديني احساس ان الموضوع هيمشي. كان بيظهر لي كل ما اجي افتح الموبايل الاقي صورته قدامي وبيقول لي يعني اطمني، اتفائلي. بجد كنت حاسه يعني، كان ساعتها الورق ده كان يعني ورق صعب، بس بامانه هو اللي مشى كل حاجه. ساعتها جت واحده بتقول لنا في ورقه، ده كان خلاص قربنا نفنش، فيه ورقه لو شافوها البنك ممكن الموضوع يقف. بامانه عماهم عن الورقه دي، ما سالوش عليها ولا شافوها. يعني ابونا مينا عبود يخلي الراجل يسيب الشنطه بتاعت الفلوس اللي ممكن توديكوا بعد الشر في مشكله جدا، والقطر جدا. يقف والدنيا تعطل وتوصلوا يعني كل حاجه تبقى مظبوطه وتلحقوا القطر وتشربوا وتعملوا والجو مستريح عندكم جدا. ويخفي العرق بتاع الدم بتاع بنتك خالص. هيجي بقى على الورقه دي ويحصل فيها مشكله. لا بجد يعني هو اسم الصليب معايا ومكمل. لا ما كده هو مكمل ومربع معاكم ومش هيسيبكم. انا اي حاجه اقول يا ابن مينا، اي حاجه سهل كون معايا، وفعلا مش مستويب يعني. نشكر ربنا. فهو معايا في كل لحظه، في كل ثانيه. هو شفيعي وسندي وابويا واخويا في غربتي اللي انا فيها ديت. ربنا يديك الصحه وابونا مين دايما معاكي ومش هيسيبك يا رب. وصلواتك لينا وايا كان طلبك الجاي يا رب مش هيسيبك. لسه بتشك اللي يسيبك؟ لا ما ينفعش. لا انا واثقه ان هو واقف معايا، واثقه. يعني واحده بس حصل معها 4 5 حاجات وكل حاله من دي كانت مشكله في حد ذاتها. يعني وعمل معجزه مع امي. عمل معجزه لسه من قيمه اسبوع مع ماما. كانت تعبانه جدا. هي عايزه تحكي لك هي القصه بنفسها، بس انا هختصرها لك. هي كانت تعبانه جدا، حاسه بمغص شديد جدا. راحت للدكتور وعملت اشعه، فقال لها دي حصوه على الكلى وممكن محتاجه عمليه.
طلعت من عند الدكتور كانت زعلانة جدا وكانت وقفت قدام صورة العذراء وصورة أبونا مينا عبود. اتصرف، اتدخل، ما تبهدلنيش، أنا مش عايزة عمليات وما تبهدلنيش. صدقني ما كملتش يومين حست بمغص شديد جدا، خدت مسكن. بعديها راحت للدكتور، راحت عملت أشعة، قال لها ما فيش حصوة. كتب في الأشعة لا يوجد حصوة. بعد ما كانت تعمل عمليه؟ بعد ما كانت هتعمل عملية وقف جنبيها هو والست العذراء. الحمد لله عدت. اوصفي لي ابونا مينا بكلمه. ياه، كلمه. شفيعي وسندي. لا دي كلمتين. هي شفيعي وسندي. أبونا انا مينا اقدر اقول اوصف ابونا مينا في كلمه وفيها كل المعاني اللي انت بتقوليها دي. ابونا مينا جدع. جدع جدع فعلا، ابن بلد فعلا اصيل. فعلا. طب تقولي ايه للناس، يعني انت واحده اهوت باسم الصليب، يعني ابونا مينا مركز معاكي قوي. طب تقولي ايه للناس اللي ابونا مينا بتسائل فيهم على حد وصفهم، على حد قولهم هو ليه ناس وناس؟ لا لا لا، هو أبونا مينا ما فيش حاجة اسمها ليه ناس وناس. ده لما يؤمر رب المجد، ملك لا. الملوك، رب الأرباب. ايوه كده. فعلا. حضرتك نورتنا يا فندم. مريم حبيب. مريم حبيب، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك منين؟ من حلوان. من حلوان. هنتكلم عن الشهيد القوي جدا الشهيد ابو سفين. ليك اختبار قوي مع ابو سفين، ويمكن اختبار يعني يهز اللي يسمعه. حقيقي. اتفضلي احكي لنا الاول، هو مين شفيعك؟ انا شفيعي اصلا ماري جرجس وفيلومينا، يعني اكتر ناس بتشفع بيهم طول الوقت يعني. وانا كنت شغاله في شركه كبيره، شركه انترناشونال يعني بدون ذكر اسماء. وانا شغاله بقالي حوالي 10 سنين او يمكن 11 سنه كمان. وكنت راضيه مبسوطه في المكان اللي انا فيه، وعمري ما فكرت ان انا اروح مثلا حاجه اعلى او كده. ما كانت بتفتح اي وظيفه ما كنتش بقدم حتى، لاني المواعيد بالنسبه لي مناسبه فخلاص يعني. وكنت راضيه وكويسه لحد ما من حوالي سنتين كده جه مسكنا مدير. يعني كان صعب شويه. كانت فتره صعبه جدا عليا يعني. كنت بشتغل ساعات عمل كتيره جدا جدا، خصوصا بعد الوقت بتاع الكورونا بقينا شغالين في البيت. فبقى شويه الوقت كله مفتوح للشغل طول الوقت يعني. ممكن اشتغل في اليوم بال 12 ساعه بال 15 ساعه مفيش مشكله. فطبعا ده كان فده طبعا كان لود صعب عليا جدا يعني. وما عنديش اي اختيارات يعني. سني ابتدى يكبر يعني، عديت ال 30. فرص الشغل مش كتير بره. في نفس الوقت البيت معتمد بشكل كبير جدا على الدخل بتاعي، فمضطره ان انا اي حاجه اتعرض ليها هستحملها وخلاص. بس فطبعا قضيت سنتين من اصعب ما يكون يعني، لحد السنه اللي فاتت دي. كان خلاص المفروض ان العقد بتاعي بيتجدد بشكل سنوي. جه السنه دي العقد اتجدد 6 شهور وبس. ولما جيت اسال ليه حصل كده يعني، فقالوا لي لا احنا مش هنكمل تاني اخرك يعني 6 شهور دول وخلاص مش هنكمل تاني. معاكي انت بس ولا مع كل الناس؟ مش انا بس يعني، حصل الموقف ده مع اكتر من حد، بس دي كانت اول مره تحصل عندنا، ده مش الطبيعي. بس فطبعا كان وقت صعب جدا، ما كنتش عارفه هروح فين ولا هعمل ايه يعني. بقيت عماله احاول ادور بره على شركات اقدم فيها وكده، واقدم ويقولوا لي طب هنكلمك، ما حدش كلمني، مش عارفه اعمل ايه. مرتبه نفسي ان انا خلاص انا ماشيه ومش عارفه انا ماشيه بعد ما امشي انا هعمل ايه يعني. كنت طول الوقت بتشفع بقديسين كتير، وطبعا من ضمنهم ابو سفين، بس ما كنتش اللي هو مش مركزه معاه يعني. كنت طول الوقت بتشفع بماري جرجس وفيلومينا اكتر حاجه. بس لحد ما جينا في شهر 8 اللي فات ده، كان خلاص انا فاضل لي ايام معدوده والعقد بتاعي خلاص هيخلص يعني، وخلاص انا عارفه ان مش هنجدد تاني. بس لقيت انه حصل ان الاتش ار عندنا خد قرار كده ان كل الناس القديمه هيدخلوها زي كورس كده، وبعد الكورس ده يعملوا انترفيو
شوف بقى الناس اللي عدت في الانترفيو ده تتنقل مكان تاني، الناس اللي ما عدتش خلاص. حضرتك كنت بس قلتي لي حضرتك كنت قلتي لي ان مديرك كان بيضايقك كل شويه يقول لك همشيكي، كان تهديد اه مستمر. طول الوقت طول الوقت. وما كانش فيه حتة انه انا يعني انا ما مش شخص بتاع مشاكل، بخاف جدا يعني، بخاف جدا على شغلي يعني، اخاف ان اي حاجة تهدد شغلي ده فامشي، فكنت بسكت يعني خلاص يعني، في شغل اتبعت فانا هقعد اشتغل الشغل ده، خدت 12 ساعة، خدت 15 ساعة، خدت 20 ساعة، مفيش مشكلة. لدرجة ان عينيا تعبت، انا كنت عاملة ليزك في عينيا، نظري ضعف جدا في مم. السنتين دول، وظهري جالي خشونة في ظهري، جالي خشونة في رقبتي، يعني السنتين دول قضوا عليا حقيقي يعني. كنت خلاص مم. يعني خلاص بجيب اخري خلاص، بس ما عنديش حل تاني. بس وقدام لحد التعب ده كله كان بيقول لك برضه حضرتك هتمشي. اه ما هو ما فيش مشكله، هو بالنسبه له الشغل المفروض يخلص وخلاص، ايا كان الشغل ده كميته قد ايه، الشغل ما خلص يبقى فيه تقصير من عندنا، مش عشان الشغل كتير ولا حاجه، لا عشان فيه تقصير من عندنا احنا يعني. آه. بس فطبعا الموضوع كان صعب جدا، لود يعني، تعب نفسي كمان اكتر من التعب الجسدي كمان، طول الوقت تبقى أبقى قاعده شغاله وانا خايفه، دي صعبه جدا يعني، خصوصا الموضوع مش متعلق بيا انا بس، ده بيتي كله يعني. ما حاولتيش بس لحد حضرتك بقى، تتكلمي معاهم؟ لا حاولت بس خلاص يعني، هو بيبقى فيه رولز كده يعني معروفة الموضوع بيمشي ازاي، خلاص انا كمان مش بحب قوي اشتكي يعني، خلاص يعني طالما انا عارفة امشي اموري خلاص هستحمل وخلاص، اللي هو مم. فترة وتعدي وخلاص يعني. بس لكن مقاتلة انا ما يعني. بحبش المشي. بالظبط مقاتلة. بس لحد بقى ما جينا شهر 8 اللي فات ده، زي ما قلت لحضرتك كده، خدوا قرار ان كل الناس القديمة تدخل الكورس ده يعني، والكورس مم. ده دي مش اول مره ندخله يعني، احنا هو تقريبا بيحصل بشكل سنوي يعني، دخلته كتير جدا قبل كده وما كنتش بعدي منه. مم. بس طبعا دخلت الكورس جنب الشغل، فكانت مأساة طبعا، كان الوضع صعب جدا، وانا معايا طفل كمان، فالموضوع كان صعب جدا، مذاكره جنب الشغل بعدد الساعات الكبيره دي يعني. مم. بس لحد ما جه اليوم بتاع الانترفيو، انا بخاف جدا جدا يعني، بتوتر، فممكن خوفي ده يخليني اتلخبط في ابسط الحاجات يعني. بس جينا اليوم بتاع الانترفيو ده، اول سؤال اتسالته، احنا كان متنبه علينا يعني انه لو في اي غلطه حصلت فخلاص الشخص ده هيبقى مستبعد يعني، ان هو يتنقل مكان تاني. مم. فانا اتسالت سؤال واحد، فاول سؤال اتسالته اول جمله قلتها قلت حاجه غلط، يعني حاجه مش، صرفت فعل غلط او حاجه زي يعني، حاجه مش المفروض ان هي تتقال غلط يعني، قاعده غلط عملتها. ده فطبعا امتحان لقيت انجليش ده ولا ايه؟ يعني لغه، امتحان لغه. مم. مم. بس فطبعا اول ما قلت كده، لقيت بتاعه الاتش ار راحت اتضايقت جدا، راحت قالت لي ايه انت قلتي ايه؟ لا دي مش بتتقال كده، دي المفروض تتقال بالشكل الفلاني. وبس. وبعد كده قالت لي طب كملي كلام، كملت كلام، وبعد كده ما سالتنيش حتى سؤال تاني يعني، خلاص هي اكتفت بكده وخلاص، ما كملناش، ما سالتنيش اي اسئله تاني. فطبعا انا عرفت ان انا كده خلاص، انا كده مستبعده يعني من الموضوع ده. مم. فطبعا قفلت معاها وكنت منهاره طبعا، تعبي كله ومجهودي كله راح عشان خاطر فعل قلته غلط، عشان انا خايفه مش عشان انا مش عارفاه يعني، مش مم. عارفه اعمل ايه، فضلت اعيط جامد جدا، كنت تعبانه جدا يعني، ما عنديش حتى وقت ان انا يعني اعيط فيه، لان عندي شغل هو لازم يخلص، فانا مضطره اكمل، ما فيش وقت اقعد اعيط فيه يعني. وقعدت مم. كملت شغل عادي جدا وانا عادي جدا. بس لحد اليوم ما خلص، وجينا تاني يوم كان في حد من قرايبنا معايا الجسد بتاع ابو سفيان، كان عند حد تعبان يعني، مم. وقال لي ان انا هعديه عليكم يعني تاخدوا منه بركه. رفاتة فانا بسفين. حسيت الرفيه بتاعت ابو سفيان، مم. فانا حسيت ان ده ربنا ده بعته لي انا، عشان انا اليوم اللي قبليها ساعه الانترفيو كنت بتكلم مع ربنا كتير جدا، قعدت طول الليل اعيط، بس ما طلبتش ابو سفين خالص خالص. انا كل اللي قلته انه يا رب انا تعبانه جدا، انت اكيد حاسس بالوجع اللي انا فيه، اكيد حاسس انا قد ايه اتظلمت في الفتره دي، انا ما استاهلش اللي بيحصل لي، اكيد انت هتتصرف، انا مش عايزه حاجه بس لو سمحت يعني خليني اهدى يعني، على الاقل ابعت لي تعزيه بس. ما طلبتش حاجه تاني، اني كنت عارفه ان خلاص الموضوع خلصان، انا خلاص انا اتسالت سؤال وغلطت فيه خلاص يعني. انت مسالمة على بس لحد الاخر. يعني خلاص، اصل مش اول مره ادخل الانترفيو ده، فانا عارفه الموضوع بيمشي ازاي، فقلت خلاص اكيد مش هعدي، في ناس كتير افضل مني يعني. مم. بس لحد بقى ما جه موضوع الرفاه بتاعت ابو سفين ده، فاول ما سمعت فرحت جدا من قبل حتى ما تيجي الرفاه ولا اي حاجه، بس حسيت ان أنا ربنا سامعني، انا ربنا في ايه ده تاني يوم على طول بعت لي حد يعزيني، مش بفكر خالص ان طلبي ده هيتحقق او مش هيتحقق، انا كل اللي بفكر فيه انه دي حاجه هتخليني اهدى، لان مفيش اي حاجه كانت بتخليني اهدى في الوقت ده. مم. لحد فعلا ما جت الرفاه بتاعت ابو سفيان، ودي كانت اول مره في حياتي يعني امسك الرفاه بايديا، ما حصلتش قبل كده. فحسيت ان مم. انا فرحانه جدا ومتعزيه جدا،
خدت الرفاه ودخلت اوضه لوحدي ولقيت نفسي بعيط، بس دموع 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 مش عايزه تخلص، مش عارفه اتكلم من كتر ما انا بعيط. كل اللي بقوله انا فرحانه ان انت جيت بيتي، انا ما استاهلش، انا ما طلبتكش، انت ليه، انت يعني ليه جيت لي انا ما استحقش ان انت تخش تحت بيتي يعني. وجيت في الاخر بعد ما هديت كده شويه قلت له يا ابو سفين انا عارفه ان انت كريم، انا مش هقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، انا عارفه ان انت كريم وانت مش معقول هتدخل بيتي بايدك فاضيه، انا واثقه ان انت مش هتخرج من هنا غير وانا يعني في حاجه كويسه هتحصل، انا واثقه من كده، مش هطلب منك حاجه معينه، انا عايزه حاجه من ايدك انت، انت عارف كل اللي انا مريت بيه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما يرضكش ان انا اتظلم، وانا عارفه ان انت هتتصرف. وفضلت شايله الرفايه دي لحد ما جم خدوها مني بقى وكانوا خلاص ماشيين يعني. وخلاص بعديها حسيت ان انا مرتاحه ومبسوطه، وما بقيتش افكر في الموضوع اللي هو خلاص سايبها على ربنا وخلاص، انا واثقه ان في حاجه حلوه هتحصل، مش عارفه هي ايه بس هي حاجه حلوه وخلاص، وحاسه ان انا مرتاحه من جوايا. امم لحد ما عدى اسبوعين بالظبط، كان خلاص فاضل ايام معدوده والعقد بتاعي يخلص. لقيت مديري ده بيكلمني، طبعا اتنفضت قلت اكيد حاجه وحشه، اكيد هيقول لي خلاص فاضل ايام وتمشي بقى. لقيته بيقول لي مبروك انت عديتي من الانترفيو، انت اتنقلتي اداره تانية وهتبتدي خلاص من الاسبوع الجاي، ودول بيدوا عنك فيدباك حلو جدا، الاتش ار مبسوط منك جدا وبيدوا عنك فيدباك حلو جدا. انا مش مصدقه حضرتك تقصدني انا، مش معقول يعني اسمي كذا انا. قال لي انت ليه مستغربه، ده هم بيشكروا فيكي جدا، واضح ان انت يعني عملتي مجهود كبير، عشان كده المجهود ده واضح وهم بيشكروا فيه بالشكل ده يعني. فدي كانت اول مره نتكلم مع بعض بطريقه كويسه اصلا يعني ما حصلتش قبل كده. وحضرتك لما دخلت انترفيو اساسا لخبطتي، وهو سؤال ما جاوبتهوش كويس. هو سؤال واحد انا سالته هي قفلت مني فما سالتنيش تاني، اللي هو يعني ما فيش، انا كملت كلام في السؤال ده، بس ده سؤال سهل جدا وهي ما كملتش انترفيو معايا، هي سالت بقيه الناس اسئله كتيره وانا ما سالتنيش غير السؤال ده بس، ولما اتلخبطت فيه اتضايقت، فخلاص اللي هو موضوع دي هتبقى شفتات ومواعيد مختلفه واجازات مختلفه، فطبعا ده مش مناسب مع ظروف بيتي. بس قلت تمام وشكرا وحلو وخلاص، المهم ان انا يعني ايه، انا مكمله في الشغل، انا مش همشي. انت في الشركه. وقلت خلاص يعني طالما ابو سفين اختار دي اكيد فيها خير ليا، وطالما يعني عارفه ان الدنيا مش مناسبه مع ظروفي، بس اكيد في خير، وكملت. خدت الشهر بتاع التريننج، وبعد التريننج قرروا ان احنا نروح اداره تانية خالص. الاداره الجديده دي انا عمري ما سمعت عنها اصلا، ما اعرفش ان هي موجوده في الشركه اساسا، وما اعرفش هم بيعملوا ايه. ولما كنت بفكر يعني اسال مثلا الناس اللي حواليا التيم ده بيعمل ايه وكده، ما حدش كان بيبقى عارف، ما حدش سمع عنه قبل كده. فقلت خلاص تمام امين. رحت طبعا الفتره في الاول كانت الدنيا صعبه شويه عشان الشغل، طبيعه الشغل نفسها شويه صعبه، بس كمواعيد وكظروف افضل كتير جدا. بس فبعد ما رحت التيم ده يا دوبك قعدت اسبوع واحد، فيقرر الاتش ار تاني، التيم ده بقاله كتير جدا موجود في الشركه بس احنا ما نعرفوش، فيقرر الاتش ار انه يعلي الدرجه الوظيفيه بتاعه الاداره دي تاني. فاللي يحصل ان بدل ما انا كنت همشي خلاص هسيب شغلي انا هترفد خلاص هبقى في الشارع، لا ده انا اترقيت مرتين في ظرف 6 شهور. انا الكورس ده خدته في شهر 8 و9، والانترفيو ده كان في اخر شهر 9، خدت التريننج في شهر 11 بالظبط، قعدت شهر 12 من 12 لحد شهر 6 اللي فات ده. ويقرر الاتش ار ان هو يعلي الدرجه الوظيفيه بتاعه التيم ده، طبعا بكورس تاني، خدنا كورس تاني وعملنا انترفيو تاني. بس عادي جدا ابو سفينه عداني من اول انترفيو اللي انا ما عملتش فيه اي حاجه، فطبيعي جدا يعديني من تاني انترفيو. عديت يعني، وكان تقريبا احسن انترفيو عملته في حياتي، بس كانت اول مره اتشفع بابو سفين في انترفيو قبل ما ادخله. يعني المره اللي فاتت انا ما اتشفعتش بيه اصلا وهو عداني منه برضه. المره دي انا اتشفعت بابو سفين قبل ما ادخل الانترفيو، قلت له انا مش بس المره دي بطلب منك ان اعدي الانترفيو ده بقى. لا انا نفسي يبقى عندي ثقه بنفسي، انا دايما بخاف جدا، ببقى عامله مجهود كبير جدا وبيضيع بسبب خوفي، بتوتر فبغلط. فانا نفسي يبقى عندي ثقه بنفسي، نفسي يعني احس ان انا عملت كويس في الانترفيو ده بغض النظر عن بعد كده هعدي ولا مش هعدي. فلقيت انه لا انا عديت، والانترفيو كان حلو جدا، كانوا بيشكروا فيا جدا. بس المره دي عن حق بقى، المره الاولانيه لا ده كان ابو سفين، المره دي كمان ابو سفين، بس قصدي ان المره دي كمان انا عامله كويس كمان في الانترفيو عشان اتشفعت بابو سفين قبل الانترفيو راضي ده. عن نفسك. اول مره يعني ادخل انترفيو ابقى راضي عن نفسي بعديها بسبب ابو سفين برضو. فطبعا ما كنتش مصدقه نفسي، وانا اصلا اللي انا فيه دلوقتي ده انا لا عمري فكرت فيه ولا حلمت بيه ولا طلبته، ولا المكان ده كنت اعرف انه موجود اصلا. فيعني حقيقي يا ابو سفين ده يعني
قوي جدا جدا جدا، وانا مش عارفه انا ازاي طول الفتره اللي فاتت دي ما كنتش بتشفع بيه، مع ان هو اصلا كان شفيع كنيستي وانا صغيره، كنت بروح الكنيسه بتاعته، بس ما اعرفش ليه ما كنتش بتشفع بيه يعني، او يمكن ما كنتش جربته في حاجه يعني كبيره كده. ده كان اول موقف بجد المس فيه يعني ايد ابو سفين بقوه كده، ومن ساعتها واحنا اصحاب بقى، يعني اي حاجه بتحصل وحشه اقول يا ابو سفين حصل كذا كذا، خلاص انا مش هقلق، انت موجود فانا عارفه انك هتتصرف. فبقيت حاسه ان في راجل كده واقف في ظهري طول الوقت يعني ساندني، مش لوحدي او مش خايفه من حاجه طالما خلاص. وقد ايه مقدام كده، يعني هو مش مستني حد يتشفع بيه عشان يجيله، هو بيجي من نفسه وبيعمل حاجات احنا اصلا ما طلبناهاش. فمش عارفه يعني مهما اقول في حق ابو سفين انا عمري ما هوفيه اللي هو عمله معايا. يعني انا مديونه له باللحظه اللي انا فيها دلوقتي دي، وباني انا زي دلوقتي السنه اللي فاتت كنت خلاص ماشيه، انا كنت ماشيه كنت هترفد خلاص. ازاي كده يعني، ازاي يحصل كل ده واترقى مش مره ده مرتين كمان. فهو كان شايف ان انا مظلومه، هو رد لي حقي وجاب لي حقي لحد عندي واكتر كمان مما انا طلبت بكتير. هو حقيقي شفيع المظلومين، حقيقي هو شفيع قوي جدا جدا جدا، ومهما اقول في حقه مش هوفيه حقيقي. هو ابو سيفين اركان حرب، اركان حرب ده يعني بيبقى حد قوي جدا في شخصيته، وقوي جدا في علاقاته، وقوي جدا في شغله، وقوي جدا في شجاعته، حاجه كده حقيقي دي مواصفات معينه. حقيقي فعلا فوق حاجه فوق الوصف حقيقي يعني. فتخيلي مثلا لو انت ليكي مثلا واسطه وزير الدفاع مثلا، اه مين اللي في مصر يقول لك اي كلام؟ هيقول لك لا اتفضلي يا ولا اي فندم. حد. انت بقى أيوة. معاكي وزير دفاع فوق، حقيقي. ده كان رئيس جيوش ابو سيفين ده. ايوه متهيألي اي حاجه دلوقتي هتقول ابو سيفين على طول. طبعا. انا بقيت دلوقتي اول حد اتشفع بيه، انا بتشفع بقديسين كتير مم. بس دلوقتي بقى اول حد بيجي في بالي ابو سفينه على طول. هو انا عايز اقول حاجه، ابو سيفين ساعات، لا ساعات الى دايما، ابو سيفين يختار ولاده. يعني ابو سيفين ناس تناديله وكده ويشتغل مع كل الناس، بس لما بيعرف حد لنفسه بنفسه بيبقى غالبا مختار ده يبقى من ولادي، دول دي من بناتي، حاجه كده يعني. وتلاقي دي انت حاجه بقى. يعني مم. حاجه كبيره جدا انا ما استحقهاش خالص يعني حقيقي. اركان حرب، اركان حرب. استاذه مريم حبيب، حضرتك نورتينا. يا سيفين مش تكون معاكي يعني تكون ملازماكي كده في الكبيره والصغيره، في البسيطه مم. والجامده، اللي هو زي ما انت قلت كده، ليكي حد في ظهرك. الكلمه دي قويه ايوه جدا. حقيقي حقيقي. ابو سيفين في ظهرك، في ظهرك. انا يعني انا كنت بتكلم معاه من قريب، وانا والدي واخويا متوفيين من زمان يعني. وانا مم. كنت طول الوقت مفتقده حته انه في حد معايا كده يدافع عني في ظهري كده. طبعا جوزي ربنا يخليه لي كل حاجه، بس برضو احيانا ببقى محتاجه اب، محتاجه اخ معايا. مم. فانا حقيقي من ساعه الموقف ده بقيت حاسه ان ابو سفين ده اخويا وصاحبي، اللي هو ممكن في اي وقت انا متضايقه اروح افضفض معاه واقول له انا زعلانه من كذا ومن كذا ومن كذا، واحس انه ايده بتطبطب عليا كده وانا هديت من غير ما اي حاجه تحصل. مش لازم حاجه حلوه تحصل او لا، بس مم. مجرد اني اتكلم معاه راحه فظيعه يعني بحسها حقيقي يعني. فهو قد مم. ايه جميل وقد ايه قريب من ولاده فعلا يعني. عشان كده بنقول يا بخت اللي صاحب حد في السماء. اكيد اكيد ان بركه كبيره قوي.